تعالوا تعالوا، شايفين إيه دوّة؟ طبعًا الكل هيقول لي: إيه ده؟ ده رز بالشعرية. لا يا حبايبي، ده رز مفلفل بس مش بالشعرية، بلسان العصفور، طعمه مختلف جدًا، جدًا عن الرز أبو شعرية. يعني أنا بقى أغيّره من أكلاتكم، مش دايمًا هو نفس الصنف. تعالوا أقول لكم أنا عملته إزاي، بجد طعمه هيوديكم مكان تاني خالص، وعلى فكرة ما فيهوش أي افتكاسات. تعالوا معايا وأقول لكم أنا عملته إزاي، يالّا بينا. هنجيب الحلة اللي هنعمل فيها الرز بتاعنا، وهنحط فيها معلقة سمنة أو 4 معالق زيت زي ما أنتِ عايزة، المادة الدهنية اللي أنتِ عايزاها، وهانزل عليها بحوالي كوباية لسان عصفور، وأحمّره عادي لحد ما ياخد معايا لون دهبي، زي ما باعمل لسان عصفور عادي جدًا، تمام؟ أفضل إيدي فيه كده، وما انساش أحط رشة الملح، بس ما تكتريش ملح، لإن لسه هنحط الرز. شايفين؟ الدرجة دي بقى اللي أنا عايزاها، بُصّوا حلو أوي كده. هيكون معايا بقى على كوباية لسان عصفور كوبايتين رز بلدي نقيّاه وغسلاه ومصفياه، وأبدأ أفلفل الرز مع لسان العصفور، عادي جدًا ما فيهوش أي حاجة صعبة، ده اللي بنعمله مع الرز أبو شعرية، تمام؟ أفضل أقلّب كده لمّا أحس إن الرزاية اتفلفلت مع لسان العصفور. طب في المرحلة دي أكون معلقة على مَيّة سخنة، آدي المَيّة السخنة بتاعتي. طبعًا هنا هنحط قد إيه، هنحط حوالي 3 كوبايات مَيّة، لسان عصفور كوباية وكوبايتين رز بلدي، ونضبّط حياءنا ونبدأ نغطّيه زي أي رز عادي، سيبيه أول ما يخش في السِوَى هنوطّي عليه النار ونرجع نورّيه لكم. وبعد 7 دقايق هنبُص على الرز بتاعنا، طبعًا موطّيين النار على نار هادية جدًا، شايفين؟ استوى معايا وجميل بُصّوا زي اللوز. هابدأ أغطّيه تاني وأسيبه دقيقتين، ولمّا يهدى معايا خالص هارجع أقدّمه لكم. وآدي الرز بتاعنا بعد ما خلص، بُصّوا بقى جميل، رز بلسان العصفور طعمه مختلف شوية، وريحته جميلة جدًا، جدًا، وتغيير. دايمًا أولادنا بيحبّوا التغيير خصوصًا في الرز، مرّة مفلفل، مرّة بشعرية، مرّة حبّة وحبّة، تمام كده؟ عايزة بس أورّيكم حاجة، بُصّوا الحلة بتاعتي فُلّة ما فيهاش أي حاجة محروقة زي الفل، معنى كده الرز بتاعي ناجح ومكوناته كلّها مضبوطة، كمان التسوية. وأتمنى الفيديو يكون عجبكم، ويا ريت تجربوه على طريقتي وتقولوا لي إيه رأيكم في الكومنتات، وبألف هنا على قلوبكم، وباشكركم جدًا، جدًا، ومع تحياتي ميري أنور، سلام.